ما هو الفرق بين السعودية وداعش؟ حين أقرأ الأخبار أتساءل دائما ما هو الفرق بين السعودية وداعش؟ إذا كانت داعش تقطع الأيدي بتهمة السرقة فالسعودية تفعل نفس الشيء، وإذا كانت داعش تنفذ حد الحرابة فالسعودية تقوم بنفس الشيء، وإذا كانت داعش تقوم بتنفيذ حد الردة وهو القتل فالسعودية تفعل الشيء نفسه. إذا كانت داعش لديها جهاز الحسبة لمراقبة الناس وأخلاقهم وهل هم يصلون أم لا فالسعودية لديها الهيئة وهي جهاز مشابه لما لدى داعش، يراقبون أخلاق الناس، يراقبون ملابس الناس، مدى التزامهم بالإقفال وقت الصلاة إلى آخره. إذا كانت داعش تعتبر الذين لا يؤمنون بدينها كفارا ومرتدين فالسعودية تعتبر الشيعة كفارا وتعتبر تارك الصلاة كفارا وتعاقب المدونين مثل رائف بدوي بتهمة الردة وبتهمة انتقاد الإسلام. إذا كانت داعش تقتل الساحر وتقطع رأسه فالسعودية لديها جهاز خاص بذلك وتقتل الساحر وتقطع رأسه أيضا. إذا كان لدى داعش زعيم ديني يسمونه الخليفة فلدى السعودية زعيم ديني يسمونه خادم الحرمين. وإذا كانت داعش تحارب من يقف ضدها من المسلمين من الشيعة ومن الموالين لنظام الأسد فالسعودية تحارب من يقف ضدها من المسلمين مثل الحوثيين وهم شيعة وموالون لنظام صالح. إذا كانت داعش لا تحترم حقوق الإنسان فالسعودية أكثر من يعادي حقوق الإنسان، بل إن داعش أفضل أحيانا من السعودية. داعش على الأقل تسمح للنساء بقيادة السيارة في الموصل وفي الرقة، لكن السعودية لا تسمح للنساء بقيادة السيارة. داعش تجلد الناس والسعودية أيضا تجلد الناس أمام الملأ. داعش تمنع الأضرحة وتدمرها وكذلك فعلت السعودية، فهي تمنع الأضرحة وتعتبرها شركا. داعش تمنع التماثيل وتعتبرها أصناما وكذلك تفعل السعودية. فما الفرق بين داعش والسعودية؟ كلاهما ضد حقوق الإنسان وكلاهما يرتكبان الجرائم في حق البشر. فلماذا النفاق السياسي إذن؟ لماذا يقبل المجتمع الدولي التعامل مع السعودية ولا يقبل التعامل مع داعش؟ إذا كانت داعش تمول العمليات الإرهابية فالسعودية مولت المجاهدين في أفغانستان، وبأموال البترول السعودية قامت القاعدة وقامت العديد من المنظمات الجهادية. إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب فلنطالب السعودية باحترام حقوق الإنسان. أما إذا تعامل المجتمع الدولي مع السعودية ولم يحاسبها على خرقها لحقوق الإنسان فإن باقي التنظيمات يرون فيها نموذجا يحتذى به، وسيكون من الصعب على العالم أن يوضح للناس الفرق بين السعودية وباقي الأنظمة القمعية الإرهابية. إما أن نعامل الجميع بنفس المقياس أو نتركهم جميعا يعتدون على حقوق الإنسان. والسلام.